بيبدأ الفيلم في قاعة المحكمة، ووقتها القاضي بيقول لهيئة المحلفين المكونة من 12 شخص إن القرار اللي هياخدوه مفيش فيه استئناف، وإنهم لو قرروا بالإجماع إن الولد المتهم بقتل أبوه مذنب هيتحكم عليه بالإعدام على الكرسي الكهربائي. وبيدخلوا بعد كده المحلفين للأوضة اللي هيتناقشوا فيها في القضية، وبعد ما كاتب المحكمة بيتأكد إنهم كلهم موجودين بيخرج من الأوضة وبيقفل عليهم الباب. وهنا كلهم بيقعدوا حوالين ترابيزة الاجتماعات بنفس ترتيب أرقامهم في كشف أساميهم اللي مع الكاتب. وساعتها واحد منهم بيقترح عليهم إن اللي شايف إن الولد مذنب يرفع إيده، فكلهم بيرفعوا إيديهم إلا شخص واحد بس وهو المحلف رقم 8. ولما بيسألوه ليه ما رفعتش إيدك بيقول لهم إن القرار اللي هياخدوه هيحدد مصير ولد عنده 18 سنة، عشان كده لازم يفكروا كويس قبل ما ياخدوا قرارهم. فبيرد عليه واحد منهم وبيقول له إن الولد طعن أبوه في صدره وقتله وإنه يستاهل إنه يموت، وبيقول له أي دفاع عنه هتقوله مش ممكن يغير رأيي في إنه مذنب. وهنا واحد تاني بيقول لهم إن الموضوع منتهي وإن قدامهم ساعة ممكن يتكلموا فيها في أي موضوع هم عايزينه. فالمحلف رقم 8 بيقول له إحنا مش جايين هنا علشان ندردش مع بعض، إحنا هنحدد مصير إنسان بالقرار اللي هناخده. ولازم كلكم تعرفوا إن الولد ده طول عمره كل اللي حواليه كانوا بيعاملوه بقسوة، وأمه الإنسانة الوحيدة اللي كانت بتعطف عليه ماتت وهو عنده 9 سنين، ومن بعدها عاش 1.5 سنة في دار الأيتام لأن أبوه كان بيقضي عقوبة 1.5 سنة في السجن بسبب تهمة تزوير. ولما كان في الملجأ كان بيتعامل أسوأ معاملة، وكان بيتضرب على راسه كل يوم من موظفين الملجأ اللي ما عندهمش ضمير. عشان كده احنا مديونين ليه بساعة بس من وقتنا لازم ندرس فيها كل جوانب الاتهام علشان نتأكد إذا كان مذنب ولا لأ. وهنا واحد من المحلفين بيقول له احنا مش مديونين له بأي شيء، لأن اللي نشأوا في أحياء فقيرة زيه كدابين بالفطرة. أنا عندي عمال كتير شغالين في مصنعي منهم، وعشان كده أنا متأكد من الكلام اللي بقوله لك. فالمحلف رقم 6 واللي بيكون شخص كبير في السن بيقول له الجاهل بس اللي يعمم في حكمه، ولازم تعرف كويس إن مش المستوى المادي هو اللي ممكن يخلينا نصدر أحكام على الناس. وهنا واحد من المحلفين بيقول إن القضية واضحة جدا وفي شهود أثبتوا إن الولد هو اللي قتل أبوه. يعني مثلا جاره العجوز اللي ساكن في الدور اللي تحته الساعة 12:10 سمع صوت دوشة في شقة الضحية، وكان باين إن في شخصين بيتخانقوا، وسمع الولد وهو بيقول لأبوه أنا هقتلك. وبعدها سمع صوت جسم بيقع على الأرض، وبعد 15 ثانية جري وفتح باب شقته فشاف الولد وهو طالع يجري. وبعد كده لما الشرطة وصلت لقوا أبو الولد مرمي على الأرض والمطوة مغروسة في صدره، والطب الشرعي أثبت إنه اتقتل من الساعة 12 للساعة 12:30، وكل الأدلة دي بتثبت إن الولد مذنب. وهنا المحلف اللي جنبه بيقول إن الولد قال إنه في الوقت ده كان في السينما لوحده، ولما اتسأل عن الفيلم اللي شافه ما افتكرش اسم الفيلم ولا الممثلين، هو ما فيش حد شافه في السينما أصلا. وهنا واحد تاني من المحلفين بيقول إن شاهدة الإثبات التانية قالت في شهادتها إن شقتها في العمارة اللي قصاد عمارة المجني عليه، وشباك أوضة نومها قصاد شباك الصالة في شقة المجني عليه، وفي ما بينهم محطة القطر. ووقت الجريمة كانت نايمة في أوضة نومها والجو كان حر جدا، وشافت الولد وهو بيغرس المطوة في صدر أبوه من شبابيك آخر عربيتين في القطر كانوا معديين وقت وقوع الجريمة، وقالت إن الكلام ده حصل الساعة 12:10. وهنا المحلف رقم 8 بيقول له انت ليه مصدق الست ومش عايز تصدق الولد؟ وبعدين هي دي ما تبقاش من الفقراء اللي انت بتقول انهم كدابين بالفطرة؟ فما بيعرفش يرد عليه. وفي اللحظة دي المحلف رقم 5 بيقول ان الولد كان عنده دافع لقتل ابوه، وهو انهم اتخانقوا الساعة 8:10 في نفس اليوم. فبيقول له رقم 8 ان ده حصل فعلا، والجيران سمعوا الاب وهو بيضرب ابنه بالقلم مرتين في الخناقة دي، والساعة 8 بالظبط
الولد خرج من البيت يجري وبيقول له إن ده مش دافع للقتل، لأن أبوه اتخانق معاه كتير قبل كده وكل مرة كان بيضربه. وهنا رقم 6 بيقول لهم إن الولد سجله كل عنف وحاول قبل كده يسرق عربية وهدد أشخاص بالمطوة علشان يسرقهم، فمش بعيد أبدا إنه يكون قتل أبوه بالمطوة اللي بيعرف يستخدمها كويس جدا. فبيقول لهم رقم 3 إن الولد ده نشأ في بيئة فقيرة ومفككة، والأولاد اللي بينشأوا في حي الفقراء معظمهم بيتحولوا لمجرمين. فبيتعصب رقم 5 عليه وبيقول له أنا اتربيت في حي فقير وبالرغم من كده ما طلعتش مجرم، يا ريت ما تعممش كلامك. وهنا المحلف رقم 8 بيقول لهم إن محامي المتهم ضعيف جدا وساب ثغرات كتير تعدي من غير ما يذكرها، ولو حطيت نفسي مكان الولد أكيد كنت هطلب تغيير المحامي. وفي اللحظة دي رقم 3 بيقول له وإيه رأيك في المطوة اللي الولد اشتراها قبل ارتكاب الجريمة؟ فبيقول له رقم 8 إيه رأيكم نشوف المطوة دي تاني؟ فواحد منهم بيطلب من الحارس إنه يجيب لهم المطوة. وهنا رقم 4 بيطلع من جيبه مفكرة كاتب فيها تفاصيل الاتهام وبيقول لهم لو رجعنا تفاصيل الجريمة هنعرف إن أبو الولد ضربه الساعة 8 فخرج اشترى مطوة على مقبضها نقش مميز، وبعدها قابل صحابه قصاد الحانة ووراهم المطوة، وبعد كده رجع للبيت الساعة 11 وبيقول إنه خرج من البيت وراح للسينما واتفرج على فيلم الساعة 11:30 ورجع للبيت تاني الساعة 3 الصبح، فلقى 2 مخبرين مستنيينه عند باب الشقة وقبضوا عليه بتهمة قتل أبوه. ولما سألوه على السكينة اللي اشتراها قال إنها وقعت من الفتحة اللي كانت في جيب بنطلونه، وإنها وقعت في الوقت اللي كان ما بين مروحه للسينما ورجوعه منها. ولما الحارس بيجيب لهم المطوة المحلف رقم 4 بيوريها الرقم 8 وبيقول له أنت عايز تقنعني إن المطوة وقعت من جيب المتهم فحد خدها وطعن بيها الضحية وبعدها مسح البصمات من عليها، ده غير ان مقبض المطوة مميز ومش ممكن تلاقيها في اي مكان تاني، والراجل اللي باع المطوة للولد قال انه ما عندوش تاني منها. وهنا المحلف رقم 8 بيطلع من جيبه مطوة طبق الاصل من المطوة اللي تم ارتكاب الجريمة بيها، وبيقول لهم ان الليلة اللي فاتت راح لحي الولد واشترى المطوة دي من محل من محلات الرهونات اللي موجودة في الحي، وانه لما دور تاني لقاها بتتباع في محلات كتير هناك، وده معناه ان سلاح الجريمة ممكن ما يبقاش هي نفس المطوة اللي الولد اشتراها. وهنا كلهم بيتعصبوا عليه وبيعرفوه انهم مش فاضيين وعايزين يرجعوا لاشغالهم، فبيقول لهم الحل الوحيد اننا نعمل تصويت تاني ويكون سري، وانا همتنع عن التصويت، ولو في واحد بس منكم شايف ان الولد بريء يبقى نكمل مناقشة، لكن لو كلكم صوتوا انه مذنب يبقى نصدر قرارنا بانه مذنب ونسلمه الكرسي الاعدام. فبيوافقوا على كلامه وكل واحد فيهم بيكتب قراره في ورقة، ولما بيفرزوا الأصوات بيكتشفوا إن في عضو تاني في هيئة المحلفين شايف إن الولد مش مذنب، وساعتها واحد منهم بيتخانق مع المحلف اللي دافع عن الأطفال الفقراء وقال له أكيد أنت اللي غيرت رأيك، لكن ساعتها رقم 9 بيقول إن هو اللي غير رأيه وإنه عمل كده علشان يساند المحلف رقم 8 اللي ما قالش إن المتهم بريء، لكن قال إنه مش متأكد إذا كان مذنب ولا لا، وعشان كده قرر انه يسنده لحد ما يقدروا يثبتوا الحقيقة. وبعدها بياخدوا استراحة لمدة 5 دقايق، وفي الوقت ده رقم 4 بيوري الرقم 8 صورته مع ابنه وبيقول له ابني دلوقتي عنده 20 سنة وضربته مرة زمان علشان اعلمه ازاي يكون راجل، ولما كبر ضربني وساب البيت وبقالي 2 سنين معرفش عنه حاجة، مع اني لما ضربته زمان عملت كده علشان اربيه لاني بحبه وعايزه يكون احسن مني. المهم انهم بعد كده بيكملوا مناقشتهم، وواحد منهم بيقول لرقم 8 تفسر بايه ان الجار العجوز سمع الولد وهو بيصرخ وبيقول لابوه هقتلك، وبعدها سمع صوت جسم بيقع على الارض وشاف الولد وهو بيجري بره الشقة، فبيقول له انا مش فاهم ازاي راجل عجوز يقدر من شقته انه يسمع صوت الولد وكمان يفسر كلامه، ده غير ان في قطر بيمر بين العمارتين، وفي وقت وقوع الجريمة الجار قال
قالت إنها شافت الولد وهو بيطعن أبوه من خلال شباك آخر عربيتين في القطر. ولو رجعنا لشهادة الجار العجوز فهو قال إنه سمع الولد بيهدد أبوه إنه هيقتله، وبعدها بثانية سمع صوت ارتطام جسم الأب بالأرض. وكل ده حصل والقطر كان بيعدي قصاد العمارتين. فهل حد فيكم عنده فكرة إن صوت مرور القطر على القضبان بيكون عالي جدا لدرجة إنك مش ممكن تسمع صوت حد قاعد جنبك؟ فيبقى إزاي بقى الجار سمع صوت الولد وهو بيهدد أبوه وكمان سمع صوت ارتطام جسمه بالأرض؟ وهنا كل المحلفين بيتصدموا وبيبدأوا يقتنعوا بكلامه. وفي الأثناء دي المحلف رقم 4 بيقول لهم وإيه اللي يخلي الجار العجوز يكذب؟ فبيرد عليه رقم 9 وبيقول له علشان يلفت الانتباه ليه، خصوصا انه راجل كبير ووحيد. وفي اللحظة دي المحلف اللي كان بيدافع عن الولاد اللي اتربوا في حي الفقراء بيغير رأيه لغير مذنب. وساعتها المحلف رقم 4 بيتعصب عليه وبيقول له الولد ده عاق وهو اللي قتل أبوه ولازم يتعدم بالكرسي الكهربائي. وساعتها المحلف رقم 12 بيقول لهم لو الولد ده فعلا قتل أبوه وخرج من البيت وراح السينما، ايه اللي يخليه يرجع للبيت مرة تانية؟ فواحد من المحلفين بيقول له أكيد رجع علشان ياخد السكينة. فبيرد عليه وبيقول له وليه ساب السكينة من الأول في جسم أبوه؟ فالمحلف رقم 4 بيقول له يمكن وقتها خاف ومعرفش يفكر كويس. فبيقول له رقم 12 ازاي وهو كان عنده وقت انه يمسح بصماته من على السكينة بعد ما قتل أبوه؟ فبيقول له رقم 5 انه أكيد كان فاكر ان مفيش حد عارف انه قتل أبوه علشان كده رجع لشقته. فبيقول له رقم 12 ان الكلام ده مش منطقي لان الجارة قالت انها بمجرد ما شافته بيطعن أبوه كان القطر عدى من على القضبان وساعتها صرخت وبعدها اتصلت بالشرطة. وده معناه ان الولد لو كان هو اللي قتل أبوه فأكيد سمعها وهي بتصرخ، وطبعا ما كانش هيرجع وقتها لمسرح الجريمة مرة تانية. وفي اللحظة دي رقم 6 بيتعصب عليهم وبيقول لهم احنا كده بنضيع وقت، الحقيقة واضحة قدامنا كلنا والولد ده مذنب. وهنا رقم 8 بيطلب منهم انهم يصوتوا مرة كمان، ف4 منهم بيصوتوا ان الولد مش مذنب. وهنا المحلف رقم 4 بيتعصب عليهم وبيقول لهم ان الولد مذنب وقتل أبوه ولازم ياخد جزاؤه. وفي اللحظة دي المحلف رقم 8 بيقول لهم انتوا ناسيين حاجة مهمة، وهي ان الجار العجوز قال انه لما سمع الجثة بتقع على الارض جري ناحية الباب ووصل ليه بعد 15 ثانية وساعتها شاف الولد وهو بيجري. وناسيين ان الجار العجوز لما كان في المحكمة كان بيعرج بسبب إصابة مزمنة في رجله وكان بيمشي بصعوبة. يبقى ازاي جري من اوضته اللي زي ما قال انها اخر الشقة لحد الباب في 15 ثانية بس؟ وهنا بيقول له المحلف رقم 4 اكيد ما خدش باله من الوقت، ده راجل كبير في السن واكيد ما بيركزش في حاجة. وهنا كلهم بيسكتوا لان كلامه بيثبت ان شهادة الجار الكبير ما يتخدش بيها. وساعتها المحلف رقم 8 بيوري لهم مخطط شقة الراجل العجوز، ففعلا بيتأكدوا ان الأوضة اللي هو كان فيها وقت وقوع الجريمة كانت في آخر الشقة وانه مستحيل يقدر يوصل للباب اللي في الجهة التانية من الشقة في 15 ثانية بس. وعشان المحلف رقم 8 يثبت وجهة نظره بيطلب منهم يساعدوه علشان يمثلوا اللي حصل يومها. وفعلا بيبتدي يمشي زي الراجل العجوز نفس المسافة من أوضة النوم للباب، وساعتها بيلاقوا انهم وصلوا للباب في 48 ثانية. وهنا المحلف رقم 4 بيتعصب عليهم وبيقول لهم ان الولد مجرم وعاق ولازم ما يفلتش من ايديهم. وفي اللحظة دي المحلف رقم 8 بيستفزه بالكلام، فرقم 4 بيقول له لو ما سكتش هقتلك. وساعتها رقم 8 بيقول له انا متأكد انك مش عايز تقتلني ولا حاجة، زي بالظبط الولد لما قال لأبوه انا هقتلك وهو ما عندوش اي نية لقتله. ولما بيعملوا تصويت للمرة الثالثة 6 منهم بيصوتوا ان الولد مذنب و6 بيصوتوا انه بريء. في اللحظة دي واحد من المحلفين بيقول لهم انه شاكك في حاجة وعشان كده عايز يشوف المطوة، ولما بيشوفها بيقول لهم ان الولد اقصر من ابوه بكتير، وبالرغم من كده مكان الطعنة في جسم الضحية بتدل على ان اللي طعنه شخص في نفس طوله. وهنا المحلف اللي اتربى في حي فقير بيقول لهم ان زاوية الضرب
بالمطوة لازم تكون مرتفعة، وإن أي حد متعود إنه يستخدم المطوة عارف كده كويس، علشان كده مستحيل إن الولد يكون هو اللي طعن أبوه. وهنا واحد تاني من المحلفين بيغير تصويته من مذنب لغير مذنب، فبيقرروا إنهم يعيدوا التصويت مرة كمان، والنتيجة ساعتها بتكون إن 11 بيصوتوا إنه غير مذنب، والمحلف رقم 4 بيصوت إن الولد مذنب. وهنا المحلف رقم 8 بيقول له دلوقتي انت بقيت لوحدك ولازم تقول لنا على السبب اللي مخليك مقتنع انه مذنب. فبيتعصب عليهم وبيقول لهم ايوه مذنب، ابوه ضيع عمره عليه وفي الاخر يقتله، الولاد العاقين اللي زيه لازم يتقتلوا. هو بيقول لهم انا كاتب كل تفاصيل القضيه. هو بيطلع المفكره من جيبه فبتقع محفظته على الارض وبيكون فيها صوره ابنه، واول ما بيشوف الصوره بينهار وبيقطعها وبيقول الولد مش مذنب، وبيكون واضح انه زعلان من معامله ابنه ليه، وكان شايف ان المتهم بيفكره بابنه علشان كده كان عايز يطلع انه مذنب. وهنا كلهم بيخرجوا واحد ورا التاني وبيسلموا للحارس قرارهم بان الولد مش مذنب، وبيخرجوا من قاعة المحكمة وكل واحد فيهم بيمشي من اتجاه وهم حتى ما يعرفوش اسامي بعض. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.